السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة هتكلم عن الكورسات، اكتر حاجة انتوا بتسألوني عنها واكتر حاجة انا كنت متحيرة فيها بعد ثانوية عامة. عايزة اطور نفسي، عايزة ان انا الاقي شغل جنب الكلية. طيب اول حاجة فكرت فيها طبعا واعلانات كتير كانت بتيجي قدامي هي فكرة اعمل الاستبيان ده وهتاخد فلوس. معرفش ايه، ادخل على البوت ده بتاع تليجرام هتاخد فلوس كل ما تعمل تقييم للصوت او حاجة زي كده. كل الكلام ده انا جربته حرفيا، وكل الحاجات السريعه اللي كانوا بيقولوا عليها والتداول اديني 100 جنيه هتاخد 300، كل ده نصب ملهوش اي فايده، عمرك ما تاخد اي فلوس من بعده. فكل الكلام ده لو قابلكم اركنوه على جنب خالص. علشان تجيب فلوس من على السوشيال ميديا لازم تعمل 3 حاجات: تتعلم مهاره، تعمل بورتفوليو تجمع فيه كل الشغل اللي انت اشتغلته. ما انت اكيد مش هتتعلم مهاره وتركنها على جنب، انت لازم هتطبق عليها. يعني مثلا اتعلمت جرافيك ديزايننج، تتخيل بقى ان في عملاء جملك وطالبين مثلا ديزاين عن مطعم ايا كان، وتعمل الديزاين ده وتحطه في البورتفوليو بتاعك. بالتالي انت هتعمل بقى تسويق لنفسك على جروبات الفيسبوك، على مواقع الشغل اللي هذكرها لكم في اخر الفيديو. وانا اعرف يا جماعه ناس اصحابي بيشتغلوا بدل مع الشركه 2 و3 بس بسبب المهارات اللي هم اتعلموها، منهم اللي بيشتغل جرافيك ديزايننج، منهم اللي بيشتغل في الماركتينج، وحرفيا هتشوفوا ناس كتير جدا في الكليه معاكم بيشتغلوا في الحاجات دي. فلازم ان انتوا كمان من دلوقتي تبداوا تعلموا نفسكم مهاره. بس كان بيقابلني دايما مشكله، هي ان انا مش عارفه ايه المهاره اللي انا عايزه اصلا اتقنها وافضل فيها. انا عايزه اتعلم شويه جرافيك ديزايننج ونزلت البرامج بتاعته، بدات ان انا اتعلم شويه فيديو اديتنج، شويه ان انا عايزه اركز اكتر في صناعه المحتوى. ففي حاجات كتير جدا انا عايزه اتعلمها ومش عارفه ايه الاحسن بالنسبه لي. فعلشان كده اكتر حاجه برشحها هي المنصات اللي تبقى مجمعه لك كل الكورسات بتاعتها بسعر مناسب يخليك اصلا انت مش واخد ريسك. لان انا في حاجات حرفيا اشتركت فيها ب1000 و2000 جنيه وما كانش ليها اي لازمه خالص، او انا يعني ما لقيتش ان ليا اي ميول خالص تجاه المجال ده بعد ما دخلت واشتركت في الكورس. فبدل ما تضيع فلوسك انت تشترك مثلا في منصه زي منصه ينفع، الاشتراك بتاعها كمان ب 550 جنيه في السنه كامله، هتاخد اكتر من 400 دوره تدريبيه في مجالات زي الرسم والتصميم، التسويق، اللغات، صناعه المحتوى. وكل المجالات اللي بيتقدم فيها الكورسات ديت بيكون من خلال ناس اصلا شغاله في المجالات ديت ورواد فيها اصلا، مثلا ملك حاتم، كريم السيد في صناعه المحتوى، واحنا عارفين كويس ان هم ما شاء الله في صناعه المحتوى فيديوهاتهم على طول بتجد فايرل. راح من رايي من اكتر الكورسات اللي انت بتحتاجها في بدايه حياتك الجامعيه هي كورسات الموارد البشريه، مهارات التواصل، مهارات البيع، قواعد الجامعه الاربعون، وده حرفيا كورس برضو موجود على المنصه. ففي حاجات حلوه جدا عجبتني، انا ذات نفسي هشترك مع المنصه دلوقتي معاكم واعرفكم طريقه الاشتراك. لان الحاجات دي انت مش بس هتتعرف على ايه المجال اللي انا عايز بعد كده اكمل فيه وهتاخد فيه دوره محترمه فعلا تاهلك لسوق العمل. لينكد ان اللي بندخل عليه نلاقي نفسنا متعقدين بسبب ان الناس ما شاء الله بيبقوا ادفانسد جدا فيه، انت كمان هتتعلم ازاي تعمل لنفسك اكونت على لينكد ان وتعمل الملف بتاعك كويس بحيث ان هو يجذب الناس ان هم يشتغلوا معاك. دي حاجه انا لو رجع بيا الزمن كنت هشترك فيها، عشان كده انا هشترك فيها معاكم دلوقتي. نكتب على جوجل ينفع.com، هتظهر لنا منصة ينفع، وبعد كده نضغط انشاء حساب وهنسجل بياناتنا. هنضغط اشترك الان وبعد كده هنختار الباقة السنوية لان طبعا هي اوفر بكتير، وهنكتب كود خصم دوت 23، وهنختار الدفع عن طريق كود فوري لانه الاسهل، وممكن من خلال البطاقة الائتمانية. بعد كده هيظهر لي كود فوري من خلال اي بقالة عندها مكنة فوري او اي سنترال، بدفع الفلوس وبتتفعل تلقائيا. لو حصل اي مشكلة ده الرقم اللي هتتواصلوا معاه. اخر حاجة بقى، انا اتعلمت المهارة اللي انا عايزة اقدمها للناس. هعمل ايه؟ تعمل صفحة على السوشيال ميديا، على الفيسبوك والانستجرام والتيك توك باسمك او بالهوية البصرية اللي انت عايز تبدأ بيها، وتقدر انك تعمل لوجو زي ما قلت لكم اصلا في الدورات اللي موجودة على المنصة فيها كمان ازاي تعمل لوجو. تمام؟ هتعمل لوجو لنفسك وتبدأ ان انت بقى تنزل الشغل بتاعك كله. ادخل على مواقع زي مستقل، خمسات، ابورك، مواقع اكتر الفريلانسر بيستخدموها. في البحث تكتب المهاره بتاعتك وتلاقي من خلالهم شغل. وطبعا لينكد ان معروف، وزي ما قلت لكم موجود برده كورسات لينكد ان وازاي تطور الملف بتاعك عليه. انا عن نفسي المهارات اللي انا هتعلمها مش بس هتفيدني ان انا ممكن اقدمها لحد، ممكن تفيدني انا شخصيا بما ان انا صناعه محتوى، فاتعلم ازاي اجو فايرال اكتر، ازاي اعمل محتوى فعلا ينتشر اكتر. فبس ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون مفيد وممتع بالنسبه لكم. ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك للفيديو ده واشتراك في القناه، وصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام في الكومنتات، واكتبوا لي ايه اكتر مهاره انتم متحمسين تتعلموها، واكيد هشارككم رحله تعلمي من خلال منصه ينفع. وبس، مع السلامه.